ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا ده مسلسل حلقة 11 بتاع نعمة. بس يا ريت في الاول تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، ربنا يوفقكم. نعمة هتروح للمحامي تقول له ما تديش صلاح الفلوس دلوقتي. قال لها ليه؟ علشان الفلوس جاهزة. قالت له بس زي ما بقولك كده ما تدلوش الفلوس دلوقتي خالص لما اقولك. قال لها حاضر. هنا بقى ياسين راحت له نعمة وقالت له أنا عايزاك تمثل دور الحب على سارة. قال لها قوليلي انت بتفكري في ايه؟ قالت له بس زي ما انا بقولك. قال لها لو تقوليلي بتفكري في ايه عشان اقدر اساعدك. قالت له لا، انا بس عايزاك تمثل عليها دور الحب. فراح لها قال لها تعالي اشتغلي معايا في الشركة يا سارة. المهم سارة قعدت تسبل له مغرمة بيه. فهو قال لها قالت له يعني انا ممكن اتطلق من صلاح واتجوزك. هو ابتدى يبادلها بنفس الشعور ونفس النظرات علشان يوقعها في شباكه، علشان خاطر نعمة عايزاها تتطلق. وكمان يقولوا لي ليه؟ قولي يا ترى عايزة سارة تتطلق ليه؟ علشان خاطر صلاح لما ياخد الفلوس ايه اللي هيحصل؟ تعالوا هنشوف اللي هيحصل. لما صلاح هياخد الفلوس هي طبعا هتدخله السجن، وبكده هي اللي هتاخد الفلوس، وبكده يبقى سارة اتطلقت وهتحرق قلبه على 14 مليون. وهي اتفقت مع بتاع محل المنبهات، قالت له انا هديلك نص مليون بس تتصل عليه وتجيبه. اتصل عليه وجابه وقالت له انت ليك نص مليون. وبكده أصدقاء سارة، أصدقاء نعمة كلهم وباباها سمعوا صلاح. هي كانت عايزة تخلي في شاهد في القضية. بقى أصحابها وحبايبها وجيرانها كلهم عارفين إن هو عايز يقتلها. وأهم حاجة في القصة، أهم حاجة إن في شهود على صلاح. مجموعة كبيرة جدا شهدوا ان صلاح قتل محمد. كانت بتسجل على فكرة، وكمان كل اللي واقفين عرفوا ان هو القاتل لمحمد. كده بقى في شهود على قضية وقتل محمد. وياسين ودالهم 250,000 زي ما شفت في الحلقة كده، حلقة 10. يلا بقى مش تنسوني بقى في اللايك والاشتراك وعشان تشوفوا كل جديد. مع السلامة.